السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب الجميع يكون بخير وفي افضل حال. مبدئيا كده ما تعملش سكيب للفيديو او ان انت تتخطاه. اتفرج عليه للنهاية علشان خاطر هيفيدك ان شاء الله. في ناس كتيرة تعرف يعني ايه السافكس. السافكس دي هي مجموعة حروف بتتحط في نهاية الكلمة بتغير معناها، ولكن مش كل الناس تعرف ان في سافكس اسمها ايش. اسمها ايه؟ ايش. تمام. اي اس اتش. طيب، ايش لو انا حطيتها في نهاية الكلمة او الصفة بتعمل ايه؟ لو انا حطيتها في نهاية صفة فبتقلل من حدة الصفة. تمام. طيب لو اتحطت في نهاية كلمة معينة مثلا ممكن تبقى معناها نوعا ما او حوالي. تعال ناخد امثلة عليها عشان نشوف ايش بتعمل ايه. لو مثلا حد بيقول لي نتقابل الساعة كام، فانا هقول له نتقابل على الساعة 5 مثلا او قريب من الساعة 5. فأنا ممكن أقول له we can meet at 5ish. 5 اللي هي 5 5 ونحط لها ish تبقى 5ish. طيب واحد بيقول لي الجاكيت لونه إيه؟ What color is this jacket؟ فأنا هقول له I think it's greenish. يعني green أخضر، ونحط فيها ish تبقى greenish يعني مائل إلى اللون الأخضر، مش أخضر صريح يعني. طيب واحد بيقول لي مثلا ابني عامل معاك ايه؟ مستواه عامل معاك ايه؟ فانا ممكن اقول له هو كويس بس يعني مش قوي. فممكن اقول له he's goodish يعني كويس يعني الى حد ما. طيب لو الجو مضلم بره ولكن الظلام مش عتمة يعني، فممكن اقول it's darkish outside. dark وإيش تبقى darkish outside. تمام يا شباب؟ يبقى إيش هنا معناها تقليل لحدة الصفة أو نوعا ما أو حوالي أو تقريبا. تمام يا شباب، أتمنى تكون استفدت من الفيديو. يلا سلام.